ماما قالت لي لو لقيت الطحال جايلك مفتوح كده من عند الجزار اوعي تسلقيه لانه هينزل الفايده اللي فيه. تعالي اقولك تعالجي ده ازاي. وطبعا لو سلقناه على طول كده هينزل الانسجه والفايده بتاعته هيكون ملهوش قيمه غذائيه، واحنا عارفين ان الطحال مفيد جدا لنسبه الدم وبيرفع نسبه الدم. طبعا لو انتي بتشتري الطحال بنفسك حاولي تشتريه مش مفتوح تماما، يعني ما فيهوش اي فتحه كده ولا اي كده، لانه طبعا لو احنا عملناه بالشكل ده هينزل كل الفوائد بتاعته والانسجه بتاعته كمان. تعالوا اقول لكم بقى ازاي هنعالج الفتحه اللي فيه دي. بس قبل اي حاجه حابه ارحب بكل مشتركين الجدد. اهلا ومليون مرحب بكل مشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني وزادت القناه نور وشرف بانضمامكم لينا. كل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي. ولو لسه اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي، وجودك معايا شرف كبير ليا. ودلوقتي اول حاجه هعملها في الطحال هشيل الجلده البيضه دي. الطحال كله بيبقى متغلف فيها فانا هشيلها خالص، هنستغنى عنها تماما. بس واحنا بنشيلها بالراحه خالص علشان ما يتفتحش معانا الطحال. هي بتتشال معاكي بكل سهوله كانك بتقشريها كده. وفي ناس برضو بتسلقها زي ما هي كده بالطبقه الخارجيه دي، بس هي بتبقى مجلده معاكي شويه. كمان الطبقه الخارجيه دي لما بتبقى موجوده بتبقى فيها سنه زفاره شويه. لو انتوا حابين تشيلوها شيلوها، لو مش حابين خلاص. انا هنا بشيلها زي ما انتوا شايفين كده بتتشال معايا بكل سهوله، بس عند الفتحه زي ما قلت لكم لازم نخلي بالنا كده ونحرص واحنا بنشدها علشان ما تتفتحش معانا اكتر. ولو في حته كده فيها دهون او اي حاجه مش مستحبه نحاول نشيلها على قد ما نقدر. بعد بقى ما شلنا الطبقه الخارجيه اللي فيه شطفته كده تحت الحنفيه، تعالوا بقى نشوف هنعالج الفتحات دي بقى ازاي. هنجيب سكينه وهنسخنها كويس جدا على عين البوتاجاز، وهندي بقى صدمه للفتحه اللي موجوده عندنا في الطحال. هسخن بقى السكينه تاني وهحطها لحد بقى ما نحس ان هي خدت صدمه كويسه، ولما نيجي نسقطها في الميه ما تنزلش كل الفوائد بتاعتها. كمان وارد جدا وانت بتشيل الطبقه الخارجيه تتفتح معاكي زي ما حصل معايا هنا، فهنعملها برضو دلوقتي. هنديها صدمه كده بالسكينه، هتديها بقى صدمه مره او مرتين بالشكل ده كده كانك بتكويها كده عشان تبطل تنزل اي سوائل واي انسجه منها. ونحاول نخلي السكينه اللي هنستخدمها مخصصه للطحال وكده بس، علشان طبعا ما تبوظيش كل السكاكين اللي عندك. الطريقه دي حصري وعندي اول مره هتلاقوها على اليوتيوب او على السوشيال ميديا عامه. طبعا انا بقول لكم كده علشان لو حصل معاكي موقف زي ده تقدري تتصرفي وتعمليه. جالك الطحال في الضحيه بتاعتك مثلا مفتوح بالشكل ده كده فتقدري تتصرفي وتعالجيه، او اتفتح معاكي زي ما حصل معايا مثلا، وارد انه يحصل حاجه زي كده، فنقدر ان احنا نعالجه. وفي حله فيها ميه بتغلي على النار هندي للطحال بتاعنا كده غلوه. وطبعا انا كنت شطفته كويس قبل ما اديله صدمه بالسكينه، وهنا بقى كان خد معايا غلوه على النار، ما ضفتش اي اضافات خالص، عمل بس الريمه اللي من فوق دي. وطبعا هنا يا اما تتخلصي خالص تماما من الريمه يا اما تكبي الميه دي كلها وتسلقيه تاني في ميه نظيفه. انا هنا هشيل الطحال بتاعي وهكب الميه اللي فيه دي وهشطف الحله وهملاها بقى ميه نظيفه وهنسلقه فيها. وده السر اللي بيخلي الطحال ملهوش اي ريحه زفاره خالص. لو بقى نشوف هنحط للشوربه بتاعتنا ايه. هنحط لها بصلايه وقرن فلفل، كم من فص كده توم مفرومين، كمان ورق لورا والملح والحبهان، وكم من عود كده من القرنفل وعود قرفه وفلفل اسود وكمون وكزبره. ننزل بقى بيهم على الطحال. طبعا التوابل والخضار اللي احنا حطيناه ده بيدي طعم حلو للطحال. احنا مش هنستخدم الشوربه بتاعتها في حاجه ملهاش لازمه معانا، بس كل ده طبعا بيمنع الزفاره وبيدي طعم حلو للطحال بتاعنا. بياخد بقى على النار من نص ساعه لساعه الا ربع كده، وبيكون اتسلق معانا كويس. هنرفعه بقى كده في طبق. لو انت بقى عايزه تتاكدي من التسويه بتاعته هتنغزيه كده بالسكينه، ولو دخلت معاكي السكينه بسهوله يبقى هو كده تمام استوى. كده بقى هو خلاص استوى. هنرفعه من على النار. طبعا الشوربه دي خلاص هنكبها مش هنستخدمها في حاجه. هنسيب بقى الطحال يهدى شويه كده من السخونيه بتاعته، وبعد كده هنقطعه. طبعا بقى هتقطعوه التقطيعه اللي تناسبكم واللي انتوا تحبوها. يعني مثلا لو عايزاه شرايح كده سيبيه كده شرايح، لو حابه تقطعيه صغير مكعبات برده ممكن تقطعيه مكعبات. التقطيعه اللي تناسبك قطعي بيها. قطعته بقى كله شرايح بالشكل ده كده، وهقطع برده شويه مكعبات. وفي طاسه بقى على النار هنزل بمعلقتين سمنه بلدي، والسمنه البلدي مع الطحال بتدي طعم جميل جدا. واول ما السمنه تتقدح معانا كويس هننزل بقى بالطحال بتاعنا كده، نديله تحميره خفيفه كده في السمنه البلدي وبعد كده نطلعه. وانا هنا كده برده قطعت شويه مكعبات لان عندي في بيحبها كده وفي بيحبها كده، بس انا بحبها صغير بتبقى قد اللقمه يعني كده وحلوه. اديهم بقى تقليبه كده في السمنه البلدي وهطلعهم بقى كده على طول. وانا بقليها مش بحط لها لا توم ولا اي حاجه خالص غير بس رشه ملح ورشه فلفل اسود. اول ما بيطلعوا كده على طول زي ما شفتوا كده حطيت لها رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه كزبره بس، لاني حابه احس بطعم الطحال اكتر ما احس مثلا بطعم توم وبصل وكده. ان انا كمان ضفت كل الاضافات وهي بتتسلق، الفلفل والبصل والثوم، فهي بقى مش محتاجه هنا غير رشه الملح ورشه الفلفل الاسود ورشه الكزبره بس. من التركيه اللي انا بعشقها وبحبها جدا على الطحال عصير نص ليمونه، لانها بتخلي الفايده اللي في الطحال الجسم يكتسبها اسرع. ايه رايكم بقى في الطحال بتاعنا النهارده جنب شويه بطاطس محمره مع شويه طماطم وخيار كده شرايح؟ هيبقى بصوا وجبه حلوه جدا. كمان المكعبات حلوه جدا جدا، بتبقى قد اللقمه كده وطعمها جميل.
حطيتهم هنا بقى على بعض عشان هحط لهم الليمون. اخر حاجه بقى تحطيها يعني عصير كده نص ليمونه او ليمونه على حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها. طبعا لو انت حابه تشيلي منها كميه مثلا يعني تعمليها على وجبتين، ممكن تشيليها قبل التحمير تفرزيها في الفريزر، تشيلي بقى كميه في كيس كده وتحفظيها بقى، تطلعيها قبلها بشويه تفك بس وتقليها وتحطي لها بقى الفلفل والكمون والكزبره وتعصري عليها الليمون بس. اتمنى بقى وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. يلا بقى ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله، وشيروا الفيديو لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد، وربنا يحسن ما بين ايديكم دايما. اشوفكم بقى على خير في الفيديوهات الجديده اللي جايه. سلام عليكم.